السلام عليكم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير يوم الأربعاء أعمال شغب وتخريب على مستوى تجهيزات المركب محمد الخامس من طرف محسوبين على أنصار حسنية أكادير. وخلفت أعمال الشغب تخريب بعض تجهيزات مركب محمد الخامس من مقاعد ودورات المياه، مما أثار غضب وسخط العديد من النشطاء والمسؤولين. وعلق عبد اللطيف الناصري نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بقطاع الشؤون الثقافية والرياضية على أحداث التخريب التي شهدها المركب المذكور، معبرا عن أسفه واستيائه على ما وقع، خاصة بعد العودة الحديثة للملعب. السيد فوزي الأقجع بمنصب كبير، وهو منصب النائب الأول لرئيس الكاف الذي يترأسه الجنوب إفريقي موتسيبي. وبعد تولي السيد فوزي الأقجع لهذا المنصب، بدا من المحتمل جدا أن يكون هو الرئيس القادم للكاف بحكم الحنكة والتجربة التي تميزه عن باقي المنافسين. تعرض نجم المنتخب المغربي إسماعيل الصباري لإصابة خطيرة على مستوى الكاحل قد تنهي موسمه بالكامل، الشيء الذي أقلق جل الطاقم التقني لنادي أيندهوفن الهولندي. وكذلك الإصابة أقلقت الناخب الوطني وليد الركراكي، وذلك لأن اللاعب الصباري أصبح من اللاعبين الأساسيين ضمن تشكيلة الأسود. تعرض الممثل الوحيد للجزائر في الكاف وليد صادي بصدمة كبيرة في أكرا إثر انتخاب فوزي الأقجع كنائب أول في الكاف وخروجه بخفي حنين، مما أثار ضجة في الجزائر جراء هذا الفوز الكاسح لفوزي الأقجع ممثل المغرب وكرة القدم الوطنية لدى الكاف. كان هذا آخر خبر في هذا الفيديو. أتمنى من المتابعين الكرام الدعم وترك تعليق أسفل الفيديو، والسلام عليكم.